لكن مقدمة صلاة الجمعة أو قبل البدء مثل ما سميها كلكم تدرون كانت شوية سياسية، ولعله أنا كتبتها في الوقت الضايع، أصلا ما كانت من ضمن الخطبة ولا من ضمن أولوياتي. المجتمع سوى شال الخطبتين وذبهم بالزبالة وركز بس على المقدمة السياسية، تركيا وما تركيا وما أعرف شنو. احنا في شتنا مال الله منو قبل زمن السيد محمد الصدر. الفيشة إذا انشلعت شي يصير تشويش، أحسن تاي التلفزيون بلا أي شيء بلا أي فائدة. فأربط الفيشة يظهر بثكم أمام الناس. بعد تفهمون ما تفهمون ما أعرف ما أدري. ذكر مسألة شرعية في كل بداية خطبة، بس مو أي مسألة شرعية طبعا، تجيبها هيك مال كذا وكذا، لا يكون بها فائدة للمجتمع. ذكر مسألة شرعية في كل بداية خطبة طبقا لفتوى شهيد الجمعة ومحييها. مو تجيب لي منا ومنا مراجع وصفتهم على راسي. قول لا، ترى مو ما اسمع، ترى انا اسمع. صرتم دعاة لغير محمد الصدر. ان في ذكره منفعة، ان في ذكره منفعة. قولوا لا. تصعد تخطب اسبوع على اسبوع، يوم على يوم، وساعة على ساعة، وما تذكره. اقول الامر لاشراف الجمعه شيلوا ذبه بالزباله هذا الامام الجمعه، حشا اللي يذكروه. زين، ما احيا الجمعات الا هو. زين، واحنا ننساه ونخطب ساعه ونص نبقى براس الفقر وما نذكر محمد الصدر. لا خلف الله على هيك امام جمعه. زين، وعلى اشراف الجمعه ينزلوه باسرع وقت ممكن.